بمناسبة المولد النبوي الشريف أنا جايب لك 29 خصلة كان بيعملهم النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريت لو تتعلمهم وتعلمهم لغيرك كمان. أول خصلة، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يحب ياكل الأكل والبخار بتاعه لسه طالع، يستنى لما البخار يروح والأكل يهدى وبعد كده ياكل منه. وعلى فكرة كده أحسن للمعدة وفي نفس الوقت الأكل بيكون اتعتق فبيبقى طعمه أحلى كمان. ودايما وأبدا عليه الصلاة والسلام كان يبدأ اللبس من ناحية اليمين ويجي يقلع من ناحية الشمال. يعني إيه؟ يعني يجي مثلا يلبس حذائه يبدأ برجله اليمين، يجي يقلعه يبدأ برجله الشمال. وزي ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن الأكل بياخد مجهود وبياخد وقت، فما كانش يعيب على أكل أبدا، ياكل منه لو عاجبه، مش عاجبه يسيبه من غير ما يعلق أي تعليق سلبي عليه. وكان عليه الصلاة والسلام إنسان رزين، ما تلاقوهوش طول ما هو ماشي عمال يتلفت يمين وشمال، ولو حد ندح عليه وهو ماشي ما يلفش براسه بس، ولكن يقف ويلف بجسمه كله. ولما تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم راكب كان يسلم على الناس اللي ماشية، ولو ماشي كان يسلم على اللي واقفين، ولو واقف كان يسلم هو على اللي قاعد. وما كانش عليه الصلاة والسلام مدققاتي، خدموا ناس كتير، عمره ما قال لخادم أثر في حاجة أنت أثرت ليه، وعمره ما قال لخادم عمل حاجة عملت ده ليه. كان بيعدي عليه الصلاة والسلام وما بيقفش على الواحدة لحد. وما كانش عليه الصلاة والسلام بيخفى عنه حاجة، لكن في نفس الوقت لو حد جه يحكي له معلومة أو أي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين له إنه ما يعرفهاش ويتفاجئ من الكلام علشان ما يكسرش بخاطره. وعمره ما قطع حد في الكلام، يستنى اللي قدامه يخلص كلام خالص وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ ويتكلم. وشوف يا أخي، رغم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتكلم الكلمة غير لما ربنا سبحانه وتعالى يجريها على لسانه، إلا إنه عمره ما خد قرار ولا مشي في خطوة غير لما ياخد رأي اللي حواليه ويشورهم، حتى في القرارات المصيرية. وما يسافرش غير لما تكون زوجته معاه، ولو اتعزم ما يروحش من غيرها. عود اللي حواليه لما يحلم حلم مش حلو ما يحكوهوش وهو مش هيتحقق. يجي عليه الصلاة والسلام علشان يناول أي حد حاجة ما كانش يناولها له بإيده الشمال، حتى ولو الحاجة دي كانت في إيده الشمال ينقلها في إيده اليمين وبعدين يناول غيره عليه الصلاة والسلام. وما كانش يحب ينام ما بين المغرب والعشاء لأنها نومة ما فيهاش بركة، ما بتشبعش وبتكسر الجسم. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم كان له وقت بالنهار يحب ينام فيه، في بعض الأماكن اسمها يقيل، والوقت ده كان بعد صلاة الظهر. ومش زي ما حد يقول الأيام دي خسر بطنك وما تخسرش قرشك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن كان ياكل ويشبع، أول لما يحس إنه هيشبع كان يسيب الأكل وخلاص، وده أريح للمعدة وأفيد للجسم. وعارف أنت بقى لما كان يجي يصلي بالليل كان يوطي صوته علشان اللي نايم ما يسمعوش ويقلق من نومه، واللي صاحي يسمع بشكل يونسه. وكان عليه الصلاة والسلام حساس من ناحية اللي حواليه جدا، وكان عارف إن اسم الإنسان أغلى حاجة عنده، فكان يشوفك بتحب اسم إيه ويندهك دايما بيه. عندنا وعند كل الناس الصغير ما ينفعش يمدد رجليه والكبير قاعد، إنما الكبير يمدد رجليه عادي. إلا النبي صلى الله عليه وسلم رغم إنه كان أكبر الناس قيمة ومقام، إلا إنه عمره ما مدد رجليه قدام أي حد قاعد، لا كبير ولا صغير. وما كانش يحب عليه الصلاة والسلام إنه يصلي بعد صلاة العصر لحد لما الشمس تغيب. وكان سهل عليه الصلاة والسلام، مش ممكن تحطه في اختيار إلا لما كان يختار الأسهل. تمشي ولا تركب يا رسول الله؟ يقول لك اركب. تفطر يا رسول الله على سفر ولا تصوم؟ يقول لك أفطر. ورغم النبي صلى الله عليه وسلم كان مهاب من كل الناس، إلا إنه عمره ما مد إيده على خادم ولا على طفل ولا على واحدة ست. وما كانش بيزعل على مصلحته أبدا لو ما قضيتش، ولا كان بيغضب لنفسه لو حد جه عليه، ولو قدر على حد كان بيعفى عنه. كان ينبه على الصحابة محدش ينقل له خبر وحش عن صحابي تاني. ليه يا رسول الله؟ يقولك علشان أخرج للناس بقلب سليم ومانيش شايل من حد. حتى لما كان بيعطس كان بيتعمد يوطي صوته ويغطي نفسه بهدومه، كان بيستحي جدا عليه الصلاة والسلام. ومش ممكن أبدا كان يفاصل عليه الصلاة والسلام، الحاجة مش عاجباه كان يسيبها، عاجباه كان يشتري من غير ليه وإزاي. ولما كان يتكلم مع أكتر من حد ما كانش يركز مع واحد بس ويفضل باصص له ويسيب كل الناس التانية اللي قاعدين، لكنه عليه الصلاة والسلام كان بيوزع نظراته على كل اللي موجودين، يوزع النظرة بالتساوي، لدرجة إنك لو قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وربنا يوعدك وانتوا 10 وقعدتوا 10 دقايق، لو حسبت البصات اللي النبي صلى الله عليه وسلم بصها لك هتلاقيها دقيقة، يعني كل واحد خد دقيقة بالظبط. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجبر خاطر كل الناس. ولو النبي قاعد وشاف حد جاي من بعيد بسيط أو مش بسيط كان يتاخر ويقعده جنبه
ولو حد غلبان عزمه على العزومة يكون أول واحد حاضر من المعزومين عنده، وما يدخلش بيته أبدا غير لما يخبط ويستأذن على أهله، ولما كان بيرجع من السفر ما كانش يطب عليهم خبط لزق، ولكن كان بيبعت لهم مرسال إن النبي صلى الله عليه وسلم على وصول، ولو ما بعتش المرسال كان يفضل واقف هو وأصحابه على باب البلد وما يدخلهاش لحد لما أهل البيوت يعرفوا إن النبي جه هو واللي معاه، فيستعدوا لاستقبالهم على أكمل وجه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عارف إن بركة البيت بتزيد بالسلام، فكان لما يدخل بيته كان يقول السلام عليكم، ولما كان بيخرج من البيت برضه كان بيقول السلام عليكم، حتى ولو ما كانش في حد موجود ويرد عليه. كان مؤدب عليه الصلاة والسلام. وأخيرا، لو المحتوى اللي أنا بقدمه بيعجبك يا ريت ما تنساش اللايك والشير علشان الفايدة توصل لدايرة أوسع من الناس عن طريقك، وربنا يجعله في ميزان حسناتك. أنا أحمد أيمن، يشرفني تتابعني ونتلاقى في الجايات، وكل عام وأنت طيب. سلام عليكم.